ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، اقتصادية، زي ما انت شايفة، يعني تفتح النفس وشعبية. غير ايه؟ غير كل اللي متعودة عليها. هعمل معاكي عدس بجبة بطريقة مختلفة، ان شاء الله تعجبك، وخفيفة جدا على المعدة، وطعمها كمان وريحتها روعة. طبعا كلنا بنحتار في العدس بجبة ومش بنستخدمه غير في الكشري بس. عملته معاكم في كذا وصفة قبل كده. النهاردة بقى هعملهولك بالطريقة العسل دي. بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا. انا ويلا، ولو اول مرة تشوفيني اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. يلا نسمي الله. مكوناتنا كده بسيطة جدا، زي ما انت شايفة. العدس بجبة طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، نص كيلو او ربع كيلو، والخلاط بتاعك، وفيه شوية مية زي ما انت شايفة، وطماطمتين كده كبار او ثلاثة، وبصلاية، ونص راس من الثوم، وقرن فلفل بقى سواء بارد او حامي، وايه، ومكعبين من المرق. وهتضربي كل ده في الخلاط، بس ما تضربهوش ناعم قوي، خلي فيه كده حبيبات من البصل وايه والثوم. العدس بتاعك مغسول ومتنقي طبعا، وتصفيه، وهنحطه بقى في الحلة. وشايفة بقى ده الخليط اللي انا ضربته معاكي في الخلاط، بيكون بالشكل ده. شايفة محبحب شوية، مش ناعم جامد. وبعدين بقى يا ست الكل هتروحي تضيفي مية سخنة. هتضيفي ميه سخنه او عادي ميه من الكاتل، وهتسيبيه يعني تستنيه يغلي. هو بياخد ميه كتيره، والتسويه برضو وقت كبير. هنحطه على النار، هيكون بالشكل ده. تسيبيه يغلي على نار عاليه كده لمده 5 دقايق، وبعدين بقى تخلي النار بتاعتك وسط. شايفه يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله، لونه حلو جدا واحمر كده وفاتح وجميل. بنيجي بقى، شايفه بعد ما هديت النار، هتهدي النار كده شويه، هيكون بالطريقه دي، وبعدين تغطي الحله وتسيبيه بقى عشان يستوي. ده كان عدى نص ساعه، هيكون معاكي بالشكل ده. هتشوفيه بقى استوى ولا لا. هتلاقي ان هو ايه، محتاج لسه شويه سوا، فانت عادي زودي ميه وتسيبيه برضو يستوي. بس ساعتها هدي النار، لان في اللحظه دي ممكن يعني ايه يلزق منك. زودي بقى، تبدأي تزودي شوية مية بشوية مية علشان يستوي. هتيجي بقى في الاخر قرب ما خلاص، هو كده خلاص استوى. شفتوا بقى؟ يعني انا زودت شويه ميه وسبته يغلي شويه كمان، وبعدين لقيته استوى. فخلاص بقى في الاخر بحط بقى ايه، معلقه كده كبيره من السمنه البلدي على الحله كلها. تدي ريحه وطعمها بتكون روعه جدا. وبقى ايه بقى، تظبطي الملح بتاعك والشطه، وتزودي برضو شويه سوائل. قوامه يا بنات بيكون طري كده شويه، علشان لما بيبرد مثلا او يهدى شويه بيتخن. شايفة ده القوام بتاعه، بيكون شكله عامل كده. بس بقى يا بنات، وشايفة بيكون فيه شوية سوائل كده، علشان لما بيبرد زي ما قلتلك بيتخن، وكمان عشان تعرفي تغمزيه بقى بعيش شمسي او بعيش بلدي، فبيكون حلو جدا. يلا لو وصلت معايا لحد هنا اعملي لي لايك. هنيجي بقى يا بنات نقدمه، هيكون بالشكل ده. تقدميه في الاطباق بتاعتك، وكل طبق بقى تحطي فيه ايه، حته كده من السمنه البلدي. الطريقه دي حلوه جدا يا بنات، وخفيفه على المعده، وطعمها وريحتها روعه. قدمتها جنب جرجير وبطماطم مخلله ومخلل. تقدري تقدميه مع بصل اخضر وبدنجان مخلل. تحمري شويه بطاطس. روعه وحلو جدا. تعملي بقى اللقمه كده ودن قطه وتعيشي. يا رب تجربي طريقة النهاردة وتقولي لي رأيك في الكومنتات، وتدعميني بلايك وكومنت وسبسكرايب. واستنوني في فيديوهات جديدة. باي باي.